السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنزل لكم فيديو. مش بالعادة ان انا بنزل فيديوهات من دي، ولكن الفيديو ده اللي خلاني اسجله ان هو كان حصل معايا مشكلة ان مساحة التليفون عندي كانت ممتلئة، وكنت عايزة اصور حاجة، فاضطريت ان انا احذف برنامج كيم مستر من على التليفون علشان خاطر اصور، وبعد كده ابقى انزله لما اجي امنتج الفيديو. فطبعا جيت انزل البرنامج فلقيتهم فاجئوني وبيقولوا ان هذا البرنامج غير موافق مع جهازك، لان انا كان عندي اصدار ونزل اصدار حديث، فالاصدار الحديث ده مش بيتوافق مع كل انواع التليفونات. فطبعا انا لما جيت انزل البرنامج دخلت على اليوتيوب، حاولت اوصل لفيديوهات كتير علشان انزل البرنامج. فالطريقه الوحيده اللي انا وصلت لها ان البرنامج اللي انا نزلته كان برضو برنامج كيم مستر، ولكن كان بالاصدار القديم. فطبعا كان عشان امنتج فيديو من عليه فكنت لازم بغير تاريخ التليفون لتاريخ من سنتين فاتوا، يعني بتاريخ 2022 او 2021 عشان اعرف امنتج الفيديو. لو منتجته والتاريخ مظبوط كان بيقول لي تحديث، وطبعا لما كنت باجي اعمل تحديث كان بيقول لي هذا الاصدار لا يتوافق مع جهازك، رغم ان هو نزل على تليفوني. فطبعا اضطريت ان انا احذفه، لان لما كنت بغير التاريخ كان بيوقف لي كل حاجة، كل البرامج كانت بتقف طول المدة اللي انا بمنتج فيها الفيديو. الواتساب والفيسبوك وكل حاجة واليوتيوب كل حاجة ما كانتش بتشتغل معايا طول ما انا مغيرة التاريخ. فحاولت ان انا ادخل كده بطريقة تانية، انا ما شفتش الطريقة دي في اي فيديو، علشان كده حبيت ان انا اعملها معاكم النهاردة، وان شاء الله تستفادوا منها. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. هندخل هنا على متجر بلاي، وهنضغط هنا على برنامج كيم مستر. انا بحث عنه اهو، كيم مستر. هيجي هنا هيقول لي هذا التطبيق غير موافق مع جهازك. ده تليفون تاني غير اللي انا كنت منزله عليه البرنامج. هذا التطبيق غير موافق مع جهازك. هنطلع بقى من متجر بلاي خالص، وهندخل هنا على جوجل كروم. جوجل كروم تحت اهو هنضغط عليه. هنيجي هنا هندخل على جوجل كروم تحت اهوت، هنضغط عليه، وهنيجي في البحث ونكتب كيم مستر. انا كنت بحث عنه برضو هنا اهو، فهنبحث على كيم مستر. كيم مستر هنبحث عنه. هيجيلنا البرنامج هيفتح لنا محرر فيديو كيم مستر، ولكن هيفتح لنا من خلال جوجل بلاي اللي احنا كنا لسه فيها من شوية، فهنضغط برضو عليها. هندخل تاني هنا على جوجل بلاي، هيكتب لي انذار لا يتوافق جهازك مع هذا الاصدار. هنيجي بقى هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول، هنضغط مشاركة. نقدر ان احنا نشاركه على اي حاجة، المفكرة او واتساب او اي حاجة، وليكن ان انا هشاركه على، انا كنت مشاركاه قبل كده اهو، شاركناه على واتساب. هنيجي هنا نثبت ايدينا ونضغط وننسخ الرابط. هنطلع بقى من الواتساب وهنرجع ندخل تاني على جوجل كروم. هنيجي هنا في البحث وهنكتب حاجة مهمة جدا. هنكتب APK داون APK داونلودر. ظهرت لنا هنا في البحث، هنضغط عليها. هيدخلنا البرنامج على روابط. طبعا احنا الروابط دي لما دخلت على فيديو قبل كده من الفيديوهات اللي انا بسمعها عشان احاول انزل كيم مستر، دخلت على الرابط الاولاني، وطبعا الرابط الاولاني هو اللي وصلني ان انا احمل كيم مستر بالاصدار القديم، وكنت بضطر ان انا اغير التاريخ. فلما الطريقه ما نفعتش معايا قلت خلاص انا هحاول ان انا اختار الرابط التاني واجرب، وكانت تجربه ناجحه باذن الله. هو ده الرابط اللي هنخش عليه، هنضغط عليه اللي هو تاني رابط هيظهر لنا بعد ما نكتب APK داونلودر. هيظهر لنا هنا برنامج زي جوجل بلاي في كل حاجة ممكن ان احنا نحملها من خلال البرنامج ده. هنيجي هنا هنحمل البرنامج، هنعمل تحميل للبرنامج. هنضغط تحميل. تنزيل. هننزل البرنامج. احنا كده نزلنا البرنامج على التليفون. نعمل هنا سماح للتطبيق بتثبيت التطبيق. تثبيت.
احنا كده ثبتنا البرنامج ده. جاري التثبيت، تم التثبيت. خلاص احنا كده حملنا التثبيت. هنيجي هنا بقى في البحث وهنكتب ايه؟ هنكتب كيمستر زي ما بندخل على جوجل بلاي وبنختار من خلاله كيمستر، برضو هندخل هنا في البرنامج ده ونكتب كيمستر. نبحث عنه، هيظهر لي هنا برنامج كيمستر محرر الفيديو. هنضغط عليه، هيجي لي هنا تحميل من خلال برنامج APK. هنضغط هنا تحميل، هنضغط على تحميل. هيجي لنا هنا البرنامج كيمستر اهوت، وهيقول لنا تثبيت. هنضغط تثبيت. هيبتدي ان هو يحمل معانا. تثبيت التطبيق، هنا هنعمل سماح بتثبيت التطبيق. هنا برنامج كيمستر بيحمل معانا. لما هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ تثبيت. هنا البرنامج بيحمل معانا اهو. هنا التطبيق حمل معانا، هنفتحه كده. برنامج كيمستر نزل على التليفون بكل سهولة. مش محتاجين ان احنا نغير التاريخ، مش محتاجين ان احنا ننزل برنامج باصدار قديم. هينزل معانا عادي جدا على اي تليفون وعلى اي نوع. تقدر ان انت تستخدم الطريقة دي. فتح معايا اهو. هنبتدي ان احنا نستعمله عادي جدا بقى، ونبتدي ان احنا انشاء فيديو، ونبتدي ان احنا نستعمل التليفون عادي جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. ده البرنامج هنا اهوت نزل على التليفون، كلنا شايفينه طبعا اهو. هنفتحه بقى عادي جدا، ولا هيطلب مننا تغيير تاريخ ولا هيطلب مننا اي حاجة. وهنبتدي ان احنا نمنتج فيديوهاتنا عادي جدا. ومش محتاج مننا اي حاجة. اتمنى يكون فيديونا النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.